أهلا بكم. بمناسبة شهر رمضان الفضيل، أبارك للمتابعين والمشاهدين وكل من يعرفني، أبارك لهم هذا الشهر الفضيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل عليكم بالخير واليمن والبركات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يغفر ويرحم موتى المسلمين في كل مكان. بمناسبة هذا الشهر الفضيل، من جملة الملاحظات اللي عندي غادي نركز على جوج ديال الملاحظات غنقاسمها معكم. الملاحظة الأولى وهي منا من يصوم رمضان ولكنه لا يصلي، منا من يؤمن بأن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس، لكنه لا يؤمن بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، مع العلم أن الصلاة هي عماد الدين. هنا الله سبحانه وتعالى سأل هؤلاء فقال لهم: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه المفارقة العجيبة الغريبة، والناس موجودين وكاينين. لذلك كنصحوهم بهذه المناسبة هذه باش يصليوا في رمضان. ماشي مشكل يبداو يصليوا في رمضان، ما كانوش كيصليوا ماشي مشكل، يبداو يصليوا في رمضان حتى إذا ما انقضى رمضان يواصلوا هما الصلاة. لأن علاش؟ لأن شهر رمضان هو واحد المحطة تكوينية، واحد المحطة تدريبية كندربوا فيها النفس ديالنا على الجهاد، جهاد النفس. مفهوم؟ النقطة الثانية انطلاقا من الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيقول فيه: صوموا تصحوا. حنا للأسف اليوم نصوم لنمرض. علاش؟ بكل بساطة حنا ما كنتكلموا على العقل ديالنا حنا كله في الماكلة. يعني من تنقولوا صوم رمضان الماكلة، حنا مازال الصوم ديالنا هو فقط داك الصوم التقليدي ديال الامتناع عن الاكل والشراب من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الى غروبها، يعني طلوع الفجر الى غروب الشمس. يعني مازال حنا هذا هو الصوم اللي عندنا، داك الصوم التقليدي البهائمي ان شئتم. يعني الور كو نورمالمون حنا اللي مطلوب منا هو الصوم بالجوارح، نرقاو شويه بالصوم، نفوتوا القضيه ديال نصوموا بعينينا بودنينا بالجوارح ديالنا الى اخره. نتوما كتعرفوا هادشي. علاش تيوقعوا اختلالات في هذا رمضان وكنمرضوا؟ لاننا لا نحسن الاستهلاك، لا نحسن تدبير مائده الافطار، بحيث انه كنبقاو نشري وكنعمروا ديك المائده بكل ما طاب ولذ من الاكل والشراب. النفس تشتهي، وكنبعدوا على الغايه من الصوم اللي هو نربيو نفوسنا. كول يعني كول مع راساتك، واحد ما منعك، الا انه ينتبه، لان الرسول قال: صوموا تصحوا. وحنا كنصوموا وكنمرضوا. علاش؟ لان الطريقه باش كناكلوا كنضروا بها الجهاز الهضمي ديالنا، وكنضروا بها الشرايين والقلب الى اخره، وكنوليو كناخذوا الدواء في رمضان، وكنوليو كنمشيو للسبيطارات والمستعجلات في رمضان الى اخره. علاش؟ لان بعدنا من الغايه الحقيقيه ديال الصوم. حنا في الصوم خصنا نصحوا وخصنا نداواو من بعض، نتشافاو من بعض الامراض غير بالصوم. مفهوم؟